يا بنات يا جميلات الكون، يا اللي لسه مش عارفين قوتكم الحقيقية، تعالوا نهدى كده دقيقتين ونسمع الكلام اللي جاي ده بقلب مفتوح. عارفين؟ ساعات بنصحى ونحس إن احترامنا لنفسنا نقص شوية، أو إن الظروف كسرت جوانا حاجة. بس حقيقي، والله العظيم، جوه كل واحدة فيكم بنت قوية، ست ثابتة، شخصية محدش يعرف يهزها. واحنا النهاردة في البودكاست ده هنتعامل مع نفسنا بحب، بدلع، بلطافة، وهنتعلم 5 خطوات يرجعولك احترامك لنفسك من أول وجديد. يلا نبدأ بقى. وافتكري دايما، انتي مش محتاجة إذن من الدنيا علشان تكوني أفضل نسخة منك. انتي تستاهلي ده. الخطوة الأولى: اعرفي أنت مين وقدري اللي عدى عليكي. قبل ما تطلبي الناس تحترمك لازم أنت تحترمي نفسك. اقعدي مع نفسك لحظة وقولي: أنا عديت بحاجات كتير واتوجعت كتير، وبرغم ده لسه واقفة. الاعتراف بقيمتك مش غرور، ده وعي. لما تقدري اللي مريتي بيه، أول لبنة في احترامك لنفسك بتتبني. الخطوة التانية: حطي حدود وما تخافيش منها. الحدود دي مش قسوة، دي حماية. لما حد يتعدى عليكي بالكلمة، بالحركة، بالطلب، وقلتي لأ، انت كده مش بتجرحيه، انت بتحمي نفسك. الشخص اللي بيحترمك هيحترم حدودك، واللي يخسر احترامك ما يستاهلش وجوده. الخطوة التالتة: بطلي تبرري. اوعي تقعدي توضحي كل خطوة بتعمليها، ولا تقعدي تقولي أنا آسفة على حاجات مش غلط. البنت اللي بتحترم نفسها بتتكلم قليل وبتشرح قليل، وما بتجريش ورا رضا حد. اعملي الصح وسيبي الناس تتصرف براحتها. الخطوة الرابعة: عاملي نفسك زي ما تتمني الناس يعاملوكي. سامحي نفسك، شجعي نفسك، كلمي نفسك بكلام حلو. زي ما بتقفي جنب الناس كلها، اقفي جنب نفسك الأول. خليكي أول واحدة تأمن بيكي، وأول واحدة تحضنك لما تتعبي، وأول واحدة تقولك كملي. الخطوة الخامسة: اختاري اللي حواليكي صح. الناس يا حبيبتي بتغير فينا أكتر من اللي نتوقعه. لو حواليكي ناس بتقلل منك، هتقلي. لو حواليكي ناس بتسحب طاقتك، هتتعبي. لكن لما يكون حواليكي ناس بيشجعوكي وبيحترموكي وبيخلوكي تكوني نسخة أحسن من نفسك، وقتها احترامك لنفسك بيعلى غصب عنك. ابعدي عن أي حد بيكسر فيكي، وقربي من كل حد بيضيف لروحك. ده مش تعالي، ده حقك. وفي الآخر، افتكري إن احترام النفس مش كلمة، ده قرار. وأول ما تاخدي القرار ده، حياتك كلها هتتغير. هتمشي وراسك مرفوعة، ومش هتسمحي لحد ولا موقف يهزك تاني. انت تستاهلي كل احترام، بس لازم تبدأي من نفسك.